تقول أنا جالسة أحلب، وإذا عبد الله جايين علينا بعد ما قضى حاجته، وجهه متغير، وجهه مصفر، عيونه حمر، جاي مقبل علينا. تقول رميت الغضارة، يسمونها الغضارة وهي تحلب، تقول رميتها من الخوف لأن وجهه متغير وجالسة أتذكر كلام الرجال. تقول فجأة من غير مقدمات ويلف عبد الله ويعطينا ظهره ويروح يسرع 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 على جحر النمل، يطيح على وجهه على جحر النمل. تخيلوا انتم المنظر، طاح بوجهه على جحر النمل. تقول وانا اصرخ واقول لعضيد الحقوا الحقوا الولد، الحقوا الحقوا الولد، هذا اللي انا اقول لك، الحقوا الحقوا. تقول واكلم ابوي ويجون بسرعه ويروحون الى عبد الله. عبد الله لازق في جحر النمل، والنمل بدأ يدخل في وجهه وبدأ يجي في جسمه كله. يقولون يحاولون يشيلونه لازق بالأرض، في أحد مثبته في الأرض، يحاولون يشيلونه مثبت في الأرض. فيه عم عبد الله يبعد عنهم 3 كيلو تقريبا، راعي بعارين وإبل. تقول أرسلنا له ينادونه بسرعة لأنه شديد وقوي، وفعلا جاب بسرعة. ما يدري شو السالفة، معها فرد مسدس يطلق نار 3 مرات، ثم يجي يعاونهم وهم يسمون بسم الله بسم الله. سبحان الله، يوم بدأوا يسمون قدروا يشيلون عبد الله. شالوا عبد الله بصعوبة وقوة، وكان يحاول يتفلت منهم والنمل في وجهه وكذا وشعره كثيف. هو شالوه بسرعة وحاولوا يعني يشدون عليه حتى وصلوه للخيمة. يبغى ينطلق منهم، يبغى يروح للجحر. ما أدري إيش السالفة يا جماعة الخير، هل هو تلبسوه؟ أنا ما أدري إيش القصة، هل هو تم التلبس ويبغون آذاهم، ما آذاهم، ما أدري إيش الموضوع، لكن الظاهر إنه ما آذاهم. خلاصة الكلام أخذوه ربطوه بالخيمة. الولد متغير وجهه، من قلب عيونه حمر ومربطينه. قالت أم عبد الله في هاللحظة يا جماعة الخير، أنا قلت لكم، أنا قلت لعضيد، قلت لك يا عضيد ولا ما قلت لك الحلم؟ قال لا والله قالت لي، بس أنا قلت هذه أحلام. قالت لا هذه مو بأحلام، هذا شيء حقيقي، هم يحذرون. المهم الآن هم جالسين يفكرون وش يسوون بالولد. الآن الولد وضعه تعبان، نظفوه طبعا من الحشرات اللي فيه، وخروها، لكن المشكلة ان الولد ما هو طبيعي. المهم عدت الليلة هذه، نامت البنت ثاني مرة أم عبد الله. يجيها واحد في المنام يقول لها اسمعي، علاج عبد الله الرقية الشرعية، علاج عبد الله تاخذونه للشيخ فلان في العرب الفلانية، يعني عند القبيلة الفلانية أو عند المكان الفلاني، خذوه ورقوه وبإذن الله هذا يكون علاجه. لما أصبحت تقول أنا ما أعرف الشيخ ذا، بس عطاني ذا اسمه في المنام. تقول جيت عندهم وقلت لهم يا جماعة أنا جاني في المنام واحد وقال لي ودوه للشيخ فلان. فقال عمه هذا اللي قلنا شديد، قال خلاص أنا أخذه بإذن الله. وفعلا أخذوا عبد الله ورقي عبد الله وشفي بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنقذت حياته بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أقول أنهم في ذاك الوقت قبل 60 سنة هل كان يغيب عليهم دعاء نزول المنزل؟ يعني هل قالوا دعاء نزول المنزل؟ أنا أشك. لما كانوا يأخذون عبد الله من الجحر، يحاولون يوخرون يشيلونه من الجحر اللي هو لازق فيه، ما كانوا يذكرون الله، ما كانوا يقرؤون القرآن. في القصة ما قالوا لي أنهم كانوا يقرؤون القرآن، لكنهم يوم بدأوا يسمون وبدأوا يقولون بسم الله بسم الله بسم الله، استطاعوا أنهم يأخذونه بقوة. تخيلوا لو قرأوا آية الكرسي، قرأوا خواتيم سورة البقرة، وقرأوا فواتح مثلا آل عمران، تتوقعون أن أنا أتوقع أنهم بيأخذونه بكل سهولة، لكن ما حصل هذا. خلاصة الكلام يا جماعة، عبد الله شوفي وعايش إلى الآن. تخيلوا عمره 78 سنة يعيش في الرياض، عضيد عمره 78 سنة يعيش في الرياض، أم عبد الله عمرها 74 سنة وتعيش في الرياض. كانوا في ذاك الوقت أعمارهم
أم عبد الله 16 سنة، عضيد 20 سنة، وعبد الله 20 سنة. الآن يا جماعة الخير هم أجداد وعايشين حتى الآن. القصة هذه جتني من خلال أخونا أبو سعود ينقلها عن والدته، والقصة هذه من شدة ما هي عالقة في ذهن أمه هي ما تنسى تفاصيلها أبداً.